السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الخوخ، وطبعا اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. فاللي ما بيحبش ياكل الخوخ نعمله له شربات، ونعمل منه كذا صنف كمان، نقطعه ونحطه في اطباق او نعمل بيه عصير. فاحنا هنا حطينا الخوخ في قلب مية بعد ما غسلناه كويس طبعا، وهنحطه على البوتاجاز. هنسيبه لغاية ما يغلي ويدخل في السوا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنجيب السكر بتاعنا بالمقدار اللي تحبيه، اللي تلاقيه مسكر معاكي، عشان احنا بنعمل شربات فلازم يبقى مسكر. انا حطيت كوباية سكر، ولما بعوز تاني بحط، لان هو ما بيبانش السكر قوي بتاعه الا لما يبرد تعرفي هو حلو ولا مش حلو. فلما يستهدى كده تدوقيه وتقومي حابة تزودي سكر تاني زودي براحتك. احنا ما بنعمله كده وهو في المية وحطينا السكر عشان بعد كده ما يسكرش او ما يعملش خرز معاكي. تحطي له ممكن تعصري ليمونة، او تحطي معلقة ملح ليمون، معلقة صغيرة خالص او نص معلقة الشاي. بعد كده احنا المية دي ما بنرميهاش خالص، دي اهم حاجة عندنا. بتاخدي الخوخ تقشريه وتقومي مقطعاه زي ما احنا شايفين كده، وتحطيه في طبق شكله حلو. هنقطع لنا كام واحدة كده بحيث يبقى الطبق شكله مليان، يعني فيه كمية حلوة زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده هنحط كمية حلوة من الشربات عليه. احنا الحمد لله السكر بتاعنا طلع كميته كويسة، انا حاطة كوباية كبيرة. بالكبشة كده بالراحة تحطي معلقتين حلوين اهي. الشربات شايفين لونه عامل ازاي، لانه بياخد لون القشرة بتاعت الخوخ. كل ما تجيبي الخوخ يبقى لونه محمر وحلو، يديكي اللون اغمق من كده كمان. بعد كده تاكلي بألف هنا. ممكن ما بحدش بيحبه كده، لو عندك اطفال مش عايزين ياكلوه كده اتحكي عليهم بقى واعملي عصير. نفس الخوخ مع القشر اللي قشرناه بيدي للعصير سمك كده حلو. هنقطعه في قلب الشفشق ونحط عليه شوية مية من بتاعة الخوخ او الشربات بتاع الخوخ. حابة تزودي شوية سكر براحتك، مش حابة براحتك برضو، على حسب الطعم اللي انت بتحبيه. في ناس بتحب الحاجة مسكرة قوي، وفي ناس نص نص كده. فانت بعد كده بتحطي شوية شربات من بتاع الخوخ اللي احنا عملناه ده، انا حطيت معلقة سكر او معلقة ونص تقريبا مش فاكرة. وبعد كده بتحطي عليه شوية عصير من اللي انت عملتيه اهو. انا هعمل بس كاسة واحدة عشان اوريها لكم. بعد كده كمل الباقي براحتي. هنا جبنا الخلاط، نحط الفيشة ونشغل الخلاط نضربه كويس. حابة تخليه عصير زي راني كده يبقى فيه قطع، بتقطعي مع العصير قطع صغيرة كده بعد ما تضربيه، عشان ايه يبقى اللي بيشرب يحس ان فيه قطع خوخ موجودة. مش حابة تخليه عصير بس كده يكون احسن، وخصوصا لو ولادك ما بيحبوهوش، يعني ما بيحبوش ياكلوه فهيلاقوا قطع مش هيرضوا. كلنا عارفين الاطفال يعني دماغهم ناشفة جدا اهو. انا حطيت قطع واديته لفة صغيرة كده بعد ما حطيت القطع دي، بحيث ياخد شوية من السكر. هنحطه في كوباية حلوة زي ما احنا شايفين كده، وبألف هنا. ادي اللي في الطبق وادي الكاسة بتاعتنا.
واتمنى يكون الفيديوهات بتعجبكم وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. دي كام صورة كده صورتهم لهم. يلا سلام عليكم.